يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده معانا فيديو جديد يخص الشاشات الاندرويد اللي هي من فئة التي اس، زي التي اس 18 تي اس 7 تي 3 ال وتي اس 9، او الشاشات الام تي كي، او جميع الشاشات اللي نقدر ننزل عليها ابلكيشن اللانشر اللي هو سين ده. اي شاشه ينفع نسطب عليها البرنامج ده ويشتغل معانا نقدر نطبق عليه الخطوات اللي هعملها دلوقتي هوضحها، نقدر نستخدم السمزات الجديده. طبعا ده شكل جديد للسمز. الشكل ده من افضل الاشكال الجديده اللي نزلت، وكمان تقدر تكستمايز او تقدر تعدل كل الاشكال والحاجات دي بالتفاصيل اللي انت تحبها، سواء تحدد البرامج دي لحاجات معينه او حتى تغير شكل الايقونات دي. خلينا نروح على طول على التفاصيل والخطوات. اهم حاجه بس ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو في اي سؤال يا ريت تكتبه لي في الكومنتات، ولو اول مره تتفرج على القناه يا ريت تعمل اشتراك للقناه وتتابع عشان هننزل فيديوهات جديده ان شاء الله تشرح بقى شويه خطوات تانية، زي ان احنا نغير الشاشه الافتتاحيه للشاشه وشويه تفاصيل تانية تخص السمزات والوجوهات والفيديوهات. فما تنساش تتابع القناه. خلينا ندخل على الخطوات على طول. اول حاجه طبعا انا هسيب لكم طبعا رابط في السمز الجديده دي، احنا هنعمل لها داونلود وننزلها على الفلاشه. في خطوه مهمه محتاجين ان احنا نبص عليها. طبعا احنا هنا للناس اللي كانت سالتني، لو انت ما عندكش البرنامج ده ونزلته وثبته على الشاشه وتثبت معاك وعايز تنزل السمزات، بس انت ما فيش هنا فولدر اسمه سيم عشان تحط فيه السمزات، ادي دي الفلاشه، ده السيم، دي السمزات الجديده. تمام. طيب احنا هناخد الملف اللي هو اسمه سيم ده زي ما هو كده كوبي او نسخ يعني، ونروح على الهارد بتاع المساحه الداخليه بتاعت الشاشه او الهارد يعني بتاع الشاشه ونعمله نسخ. طيب اللاسك يعني. طب لو احنا ما عندناش فولدر اصلا بتاع السيم ده، نعمل عادي خالص، هنعمل فولدر جديد، نيو فولدر، ونسميه اهو كريت نيو فولدر. هو طبعا مش هيعمل ده عشان احنا واخدين كوبي اهو، ونكتب في الاسم هنا سيم، مجرد بس نكتب سيم وندوس اوكي. خلاص هو كده عمل الفولدر ونقدر نحط فيه السمزات على طول. هنروح رايحين هنا، ندخل هنا ونختار اهو، نحدد الكل، نعمل نسخ، ونروح رايحين على المساحة، ندور على الفولدر اللي اسمه سيم، نعمل لاسك. مجرد ما نعمل لاسك للسمزات كده احنا عملنا كوبي لكل السمزات الجديدة بتاعتنا. نروح رايحين بقى للابليكيشن بتاعنا اللي هو سيم، نتأكد الاول ان احنا قافلين الانترنت، ندخل على سيم، وبعد كده ندخل على الصورة دي، بعد كده على الاعدادات من هنا نختار يو ديسك امبورت، هيجيب لنا كل السمزات اللي نزلناها. طب دلوقتي الايرور بقى اللي طالع ده حله ايه؟ هنرجع تاني خطوة واحدة، نخش على الاعدادات الاساسية من بره خالص، نعمل كريت داتا، اوكي، لان احنا زي ما اتفقنا في الفيديو اللي قبل كده احنا بنقدر نختار سيم واحد بس في كل مرة، لكن كلهم بيبقوا موجودين عادي خالص. هندخل على السيم، اجري، نخش على البروفايل دي ونعلق ايدينا على الترس، يو ديسك امبورت. الخطوات دي كنت شارحها في الفيديو قبل كده عشان كده بمشي عليها سريع. ادي السمزات كلها اللي موجوده، وهسيب لكم برضو صور في الفيديو لكل سيم، تقدر بقى تختار السيم اللي انت عايزه. انا مثلا عجبني السيم ده، هختاره وادوس امبورت، كده هيشتغل معايا. طب انا عايز اغيره، هنعمل نفس الخطوات، هنخش نعمل كريت داتا وبعد كده نخش نختار سيم تاني. طيب اللي عاجبني في السيم ده ايه؟ ان احنا نقدر نعدل زي ما احنا عايزين. يعني مثلا الايقونه دي مش عاجباني شكلها، هخش اختار ليها شكل سيت ابلكيشن،
ده هنا هبتدي اختار الابلكيشن اللي انا عايزه. عايز اختار اي ابلكيشن انا عايزه من الابلكيشنز دي عشان لما ادوس على الايقونه دي يفتحه لي. طيب نرجع تاني، هندوس هنا تاني على دوسه مطوله تشينج انتري عشان نختار الابلكيشن، اي ابلكيشن تاني. مثلا انا عايز اخليه يفتح لي الاندرويد اوتو. طيب الايقونه شكلها مش عاجبني، اروح دايس عليها كده واختار من ديسبلاي، هيفتح لي ايقونات كتير وابتدي اختار الشكل اللي انا شايفه احلى يعني. اهو مثلا اخليها دي وادوس سيف، هو غير لي الايقونه هنا خلاها بالشكل ده. طيب واجي على اللي بعده، انا لو دوست دوسه واحده هيفتح لي الميوزك بتاعت العربيه، انا مش عايز ده. عايز مثلا لما ادوس هنا دوسه مطوله يفتح لي برنامج تاني، اروح دايس عليه. ممكن اختار شويه برامج وممكن اختار برنامج محدد انا عايزه. مثلا انا عايزه يفتح لي انغامي مثلا. طيب هو شكل الانغامي هنا مش عاجبني، هروح برضو نفس الكلام دايس كده واقول له ديسبلاي وابتدي اختار الايقونه اللي انا عايزها، وليكن مثلا عايزين حاجه لها علاقه بالميوزك مثلا، وليكن دي ماشي، وندوس سيف. وهكذا نقدر نغير كل اللي احنا عايزينه. طبعا العربيه دي لما بنيجي نتحرك بتتحرك بيبقى فيه انيميشن كده ليها، وده بيبقى عداد السرعه. طبعا في سمزات كتير، عشان بس مطولش عليكم دي خطوات ببساطه، وان شاء الله لو عايزين اشرح لكم بقى بالتفصيل كل سيم نقدر نكستمايز السيم ازاي ونغير شكله ازاي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هعمل فيديو تاني ليها. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو. لو في اي حاجه محتاج تعرفها ممكن تكتبها لي في الكومنتات، ولو اول مره تتفرج على القناه يا ريت تعمل اشتراك للقناه. شكرا.